بفكرة منطقة ان الداون تاون دي هي منطقة مهمة، وليه اصلا اغلب الطلب على منطقة الداون تاون دي طلب عالي، والناس اللي مهتمة بالاستثمار بيبقى شايفة ان منطقة الداون تاون دي من احسن المناطق اللي موجودة. خلينا نتكلم بقى عن منطقة الداون تاون دي من بره شوية، من بعيد. الداون تاون دي كده منطقة قوية لأسباب كتير. هي موجودة في نص العاصمة الإدارية كلها مبدئيا. هنا جنبك المطار، مش بعيد قوي، وبالنسبة لك منطقة قريبة جدا من المطار. هنا الحي الدبلوماسي، والحي السكني السابع، والحي السكني الثامن. في هنا منطقة اسمها الطرح الأول أو منطقة المستثمرين، ودي تعتبر من أقوى المناطق اللي هتبقى موجودة سكني في العاصمة كلها. فخلينا نتفق إن العقار نفسه أهم نقطة فيه اللوكيشن. طيب مبدئيا خلينا نتفق إن هو ده حي الداون تاون، هو أقرب للمطار. تمام. جنبك هنا الناحية التانية الجزء الحي الدبلوماسي، والمنطقة دي بقى يمكن دي أهم منطقة، المنطقة بتاعت الحي الحكومي، الحي المالي، منطقة يعتبر الوزارات كلها، منطقة الخدمات بشكل عام الحكومية. فهنا دي ما اتعملتش وليكن مثلا من 100 سنة في مصر. كل حاجة حرفيا احنا عندنا كل وزارة او كل منطقة حكومية في حتة شكل، هم هنا مجمعين كل المناطق الحكومية في منطقة واحدة. فانت هنا جنبك منطقة الحي الداون تاون او حي وسط البلد ده جنب المنطقة دي. فهنا النقطة دي نقطة قوية جدا في فكرة الاستثمار، ان انت جنبك حاجة مش هتتعمل تاني غير بعد 100 سنة وليكن. فخلينا نتفق ان المكان ده مهم لسبب ان انت جنبك هنا منطقة الوزارات والحي الحكومي، الحي المالي، الحاجات دي مش هتتعمل ولا بعد حتى 100 سنة تاني. فخلينا كمان نقول ان في مطار ونقول في حي دبلوماسي، فكل الحاجات دي مهمة ومش هتتعمل تاني، ولما اتعملت علشان تسيرف على الجزء الحكومي بشكل كبير في المنطقة دي. فانت بالنسبة لك بتسيرف يعتبر على اكبر حركة موظفين، اكبر حركة زوار هتبقى في المناطق دي. طيب بالنسبة لنا احنا، انت دلوقتي لو رحت العاصمة هتفضل مكمل على محمد بن زايد، هتلاقي هنا في ميدان. تمام. هي الخرائط دي مش رسمة بشكل ما، الطريقة بشكل ما، حاليا الموضوع ماشي ازاي بالظبط. انت لو نزلت على ارض الواقع، يعني احنا لو نزلنا دلوقتي او فتحنا جوجل ماب هتلاقي هنا في ميدان، والميدان ده بيدخلك لمنطقة اسمها الداون تاون. طيب الميدان ده على اوله ايه؟ على اوله هنا كده في الميدان ده هنلاقي هنا في فندق الماسة. فندق الماسة ده مبدئيا فندق هنا على طول هتلاقي فندق الماسة، وده يعتبر كده شكل منطقة الداون تاون. طيب رسمة للجزء بتاع الداون تاون، ده الميدان وده محمد بن زايد الشمالي. طيب وده كده الجزء اللي هو بيكمل معاك الوزارات وفندق الماسة اهو. فاحنا كده بالنسبة لنا يعتبر واخدين المنطقة اللي هي اللي قدام الجزء بتاع الوزارات من فوق، وعندك هنا الجزء بتاع محمد بن زايد اللي هو الشارع الرئيسي، وعندك بقى هنا بقية المشاريع السكنية والجزء اللي هو حي السفارات والجزء ده. فانت بالنسبة لك كل الحاجات دي مهمة بشكل كبير كلوكيشن. طيب من جوه بقى احنا خلينا نتكلم من جوه شوية.